ليش؟ لحتى تشتري بسكوت التمر جاهز من برا وانت فيكي تعمليه بالبيت بطريقة سهلة وأوفر وأطيب وأنظف، وبتعرفي انت شو المكونات اللي عم تستخدميها. بهذا الفيديو رح نعملها بطريقة ناجحة 100%، بس تابع الفيديو للأخير. وإذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي مطبخ إسراء كيتشن 1، يا ريت تشتركوا وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. كالعادة المكونات رح تلاقوها مكتوبة قدامكم على الشاشة لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها. يلا نبلش بالفيديو. أول شي رح أحضر حشوة التمر. عندي 400 جرام من التمر منزوع النواة، التمر اللي عم بستخدمه الطري. رح أحط عليه معلقة كبيرة من الزبدة أو 25 جرام، معلقة صغيرة من الهيل المطحون، نص معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، وبعجن هاي المكونات مع بعض لحتى أحصل على معجون تمر يكون طري وناعم ما في أي كتل. لو كان عندكم التمر يابس حطوه شوي بالميكروويف أو بالشمس. هلا رح أجهز العجينة. بالخلاط رح أحط بيضة بحرارة الغرفة، بيضة حجم كبير وصفار بيضة، وراح احط نص معلقه صغيره خل ابيض بشيل زفره البيض، ومعلقه صغيره من الفانيلا السائله، وراح احط ثلث كوب من السكر. فيكم تحطوا نص كوب بس تطلع العجينه حلوه شوي. وراح احط كمان ربع كوب من الزيت النباتي، وربع كوب من الزبده او 50 جرام. الزبده بدها تكون طريه مو لينه كتير. هلا رح اخلط هاي المكونات مع بعض كثير منيح لحتى يذوب السكر ويصير القوام كريمي مثل ما تكون شايفين. بفضي هاي المكونات بزبدة، وبعدين عندي هون كوبين طحين منخولين. ما راح احط كل الكمية دفعة واحدة، بخلي شوي رشة ملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ممسوحة. طبعا انا هون عم بعير بالاكواب والمعالق القياسية. معلقة كبيرة ممسوحة من النشا. هلا راح احرك هاي المكونات باطراف اصابعي، بلمها باطراف اصابعي. العجينه لساتها لينه فرجعت التطحين. شايفين شلون بجمع العجينه هيك باطراف اصابعي؟ وقت اللي تبطل تلزق وتلم على بعضها خلص هيك بعرف انها العجينه منيحه. زاد عندي تقريبا ربع كاس، يعني استخدمت هون كوب وثلاث ارباع الكوب من الطحين. شلون بدي اعرف اذا العجينه ناجحه؟ شايفين شلون بتقطع بسهوله؟ ابدا مو فاتح الجلوتين فيها، وكمان ما بتشقق ابدا، طريه وناعمه وما بتشقق. هيك عندي التمر جاهز. هلا العجينة راح اخذ نصها. طبعا العجينة بدها تضل مغطية، واذا المكان اللي عم تشتغلوا فيه شوب حطوا العجينة بالبراد. اخذت نص العجينة حطيتها بين ورقتين زبدة، وبرقها بالشوبك. الرق بيكون من النص للاطراف. بفردها لحتى تصير عندي عجينة مو رقيقة كتير، ما بدها تكون شفافة. هون بدكم تنتبهوا، ولا حتى سميكة بنفس الوقت. شايفين كيف سماكتها؟ هلا هيك عندي جاهزة. راح اشيل الاطراف الزايدة، وبعدين هاي العجينة راح اقسمها لثلاث مستطيلات متساوية. هلا راح اخذ اول مستطيل واحط عليه رول التمر، وبضغط شوي هيك بايدي على العجينة لحتى يلزق فيها، وباخذ طرف العجينة وبلزقها بالتمر، وبستخدم ورق الزبدة لحتى الف العجينة هيك اضمن انها ما تلزق. هي ما بتلزق بس هيك اضمن. وبسكر الاطراف كثير منيح، لازم الاطراف تتسكر. برجع بحرجها شوي، والمحل ما طبقة الطرفين على بعض لازم يضل لتحت. بتأكد ان العجينة لازقة بالتمر، ما في اي فراغات بين العجينة والتمر. وبعدين بعمل هذا الخط بالشوكة. هلا رح اقسم رول التمر او رول البسكوت لقطع متساوية. استخدموا سكين حادة لحتى يطلع معكم التقطيع مرتب. افرجيكم هلا شلون شكلها من جوا. هلا رح اخذ هاي القطع البسكوت واحطها بصينية مبطنة بورق زبدة، وادخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 190 ل 200. فرني مروحة بشتغل من فوق وتحت مع بعض، فرح احط الصينية على الرف الاول من تحت. بتاخد تقريبا 15 دقيقة. وهي عندي الصينية بعد ما استوت. بترك البسكوت لحتى يبرد، وهذا شكله مثل ما انكم شايفين الشكل واللون الذهبي والريحة والطعم. عن جد شيء رائع. وصفة كثير سهلة وبتنجح معكم إن شاء الله من أول مرة. بتمنى إنكم تطبقوها وتشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الإنستغرام أو مجموعتي على الفيسبوك. وإذا بدكم تحتفظوا بهذا البسكوت بتحطوه بعلبة معدن فيها كيس نايلون،
بتغطوا البسكوت منيح بالكيس وبتسكروا العلبة وبتضل أكتر من شهر كأنها فريش أبدا، لا بيرطب البسكوت ولا بيبس معكم. شكرا كثير للمتابعة، مع السلامة.